السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة عندنا وصفة جديدة لأكلة ما اعتقدش ان في حد بيكرهها، كل الناس بتحبها. ولكن يعني انا بنصحكم انها تتعمل في البيت علشان خاطر يعني ضمان جودة اللحمة. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، وخاصة ان بره بيضيفوا عليها البهارات والشطة عشان الواحد يتلهي في الطعم، يعني في الحرقان، وما ركزش في طعم اللحمة. المهم النهاردة وصفتنا هي الحواوشي. المكونات حاجة بسيطة جدا، ما فيهاش لا يعني رغي كتير. هي عبارة عن لحمة مفرومة بس تبقى ملبسة شوية، فيها نسبة من الدهن. طبعا هو أساس الحواوشي لازم يبقى ليا، اللي هي لية الخروف، بس يعني أنا مش بحطها خالص. احنا يعني ملناش للأسف الشديد في اللية يعني. لكن هو الحواوشي أساسه اللية، فلازم يتحط قطعة ليا على اللحمة المفرومة. لا اما بتتعمل بحاجه من الاتنين، لا اما بتسليها كده وقت على النار ينزل سمنتها وتحطيها كقطعه بسمنتها، او بتبشريها وتنزل زي بشر الجزر كده هوت على على اللحمه المفرومه. دي طريقه. وفي ناس تانية بتعمله بالطماطم والفلفل والزيتون، دي برضو طريقه تانية. انا بالنسبه لي بخليه يعني حاجه كلاسيكيه، حاجه اللي هي الأصلية، من غير أي نوع من أنواع الافتكاسات له يعني. هو لحمة مفرومة بالبصل بالبهارات بتاعته وشكرا. ودوقوا أحلى حواوشي، يعني هيعجبكم قوي إن شاء الله. معانا هنا هوت نص كيلو من اللحمة المفرومة الملبسة، ومعانا بصلتين كبار مطحونين او مبشورين، مع محطوط عليهم ملح وفلفل وبهارات فقط. يعني احنا بهاراتنا او حاجاتنا 3 حاجات بس: ملح فلفل بهارات. ما نحطش بقى ولا بابريكا ولا جوز الطيب ولا كلا، لا لا لا، هم دول بس 3 حاجات. ومعانا العيش البلدي اللي احنا مفتحينه كده، هو المنظر ده بنفتحه كده. ومعانا طبق من الزيت، معلش اللي عليه ده الرده بتاعت العيش، حبه زيت كده اهوت، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. ومعانا الفويل المتقطع برضو، هنقول لكم هنعمل بيه ايه. طبعا ما بنحطش اي ماده دهنيه على اللحمه، لان هي منها فيها يعني ملبسه منها فيها، يعني لا هنحط لا زيت ولا سمن. تمام، هنقول بسم الله ونبتدي. هنحط هنا هوت مع اللحمه المفرومه البصل اللي انا بشراه، اللي عليه الملح والفلفل والبهارات، وهنعجنهم مع بعض كويس. هنا عجنت اللحمه المفرومه مع البصله مع البهارات والملح والفلفل، آه وكورتها زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. تمام، هنبتدي نجيب العيش. الطبق الاورنج، بسم الله. نبتدي نجيب العيش وهنفرده. هخلص فردهم كلهم وهرجع لكم. هنا حطينا اللحمه المفرومه في العيش. هنيجي بقى نعمل الخطوه اللي هي بتخلي رغيف الحواوشي يعني ايه، بيقرمش، مش ناشف، لا بيقرمش كده، القرمشه الحلوه اللي احنا بنحبها فيه. تحس ان الرغيف مقمر كده يعني. اوكي، هنيجي هنا اهوت كده اهو، بسم الله، بايدينا كده. هي ممكن طبعا تتعمل بفرشه، بس يعني ست البيت بتشتغل بايدها يعني. بس كده بالمنظر ده. وهنقفل، هنعمل كل رغيفه بالمنظر ده. اعمل معاكم رغيف تاني وابقى اكمل الباقي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس كده، هكمل وارجع لكم.
كده خلاص عملنا كل الرغيفة بالزيت. هنبتدي نغلف واحد واحد. بسم الله. برضو اعمل معاكم واحد كمان، وبعد كده هغلف كله وارجع لكم. ده بسيط وسهل وسريع جدا. حد جاي من شغلك متأخرة، على طول تحطي اللحمة في العيش وتعملي أكلة لطيفة جدا لأولادك. ممكن تعملي جنبها البطاطس محمرة، ممكن تعملي بطاطس شيبسي، ممكن كاتشب، ممكن ترشي. والله يعني لما تدوقوه هيعجبكم قوي، وهتلاقوا ان هو مش محتاج اي حاجة ان شاء الله يعني. بس هخلص وارجع لكم. ده كده الشكل النهائي بتاع الحواوشي بعد ما غلفنا كل الرغيفه. وخلاص على كده اهو. سهل وبسيط وسريع جدا. تمام. هندخله على فرن يكون سخن، يعني مش هنحطه في الفرن وبعد كده هو نشغله، لا، هنحط في الفرن يكون اصلا سخن سبق تسخينه، وهنرصه بالمنظر ده كده. بسم الله. بس كده على نار على درجة حرارة 200. تمام كده. وهنحط من تلت ساعة لنص ساعة حسب قوة النار بتاعة فرنك. هنخلص ونرجع. دلوقتي بعد ما خلصنا الحواوشي وده الشكل النهائي، طلع زي ما قلنا تلت ساعة او نص ساعة حسب حرارة الفرن بتاعك. هنشوف كده اهوت مع بعض، نفتح مع بعض رغيف ونشوف شكل اللحمة من جوه، ونشوف العيش من تحت عامل ازاي. اهو ادي اللحمة بألف هنا وشفا اللي ياكل. الريحة طبعا يعني خرافة، والطعم يعني ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم والطريقة هتعجبكم. ودي كانت وصفة الحواوشي. يا رب تكون عجبتكم، وما تجربوها تقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. اشكركم واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.